عليكم مجددا في قناة قطو أفراح. جمعة مباركة لجميع الأمة الإسلامية والعربية. حبيباتي، قبل ما نبدأ وصفتنا خلونا نصلوا على النبي الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مصطفى رسول الله. حبيباتي الغاليين، إن شاء الله يا ربي نلقاكم بخير والصحة والهنا يا رب. اليوم حبيت ندير لكم وصفة بما أنه يوم جمعة. حبيت ندير معاكم عجينه. اليوم حبيت ندير وصفه الدويده، الدويده المفوره. اليوم حبيت نديرها معاكم. واش نحتاجو في الدويده؟ نعرفوا باللي هي اكثر شيء يديروها خوتنا الجزيريه. صلحوا لي المعلومه اذا كان صح ولا خطا. اليوم واش درت فيها؟ انا حطيت فيها طريف تاع الدجاج، وحطيت معاها حمص وريح، وحطيت معاها حبه بصل. حطيت حبه بصل كبيره، رحيتها، ربيتها وحطيتها. رايحه نضيف لها الملح هكذا، الملح. رايحه نزيد نحط فلفل اسود. راح نديروها مرقه بيضاء، وكاين يديروها مرقه حمراء. شفتهم اللي كانوا يديروها مرقه حمراء، وشفت اللي يديروا ايضا مرقه بيضاء، لكن نعرف باللي مرقه بيضاء هي اكثر شيء تدار بها. هنا واش رايحه نزيدو نحطوا لها؟ رايحه نحط لها انايا كركم. بما انها مرقه بيضاء نحطوا شويه تاع كركم مليح بزاف لصحتنا. كون جينا نعرفوا الفوائد تاع الكركم، والله ما نحكي لكمش على الفوائد تاعو. يعني كش ما نهار ندير لكم عليه حصه ونعطي لكم الفوائد صح تاع الكركم لصحتنا. حتى لصحاب الروماتيزم راح يحتاجوا يديروه لرجليهم. راح نعطي صحاب الروماتيزم واللي يوجعوهم الكعاب تاع رجليهم كيما نقولوا حنايا. كاينه وصفه مجربه داروها انا درتها ميمتي، دارتها خالتي، داروها بزاف تاع الكرنب. كيفاش يديروها بربي ان شاء الله نعطيها لكم. رايحه ندير راس الحانوت هنايا هكذا. واش رايحه ندير دركا؟ رايحه نحط لها شويه ماء ونخليها تتقلى لي كي العاده. نخليو البرمه تاعنا تتقلى، نمرقوها ونرجعوا للدويده نتاعنا. هنا حبيباتي راني فرغت الدويده نتاعي، هاي ليكم. كاينه اللي تجي شويه خشينه مليحه تهبل، انا ما لقيتهاش استعملت هذه. دونك واش رايحين نديروا لها؟ رايحين نحطوا شويه تاع الزيت. نديروها بشويه تاع الزيت. اول حاجه نحط لها شويه ملح كما نديروا التختوخه. رايحه ندير لها، رايحه نخلطها كامله بالزيت. انا واش بريفير نديرها بالخير. انا نحط شويه ملح الساع ونحطها في الكسكاس، نخليها بعد ما مرقت بيان سور تكون مرقنا البريمه تاعنا. انا مرقت بريمه تاعي. واش رايحه ندير لها يا البنات؟ هنايا رايحه نحطها تفورلي التفويره الاولى. انا ندخل الزيت نتاعي فيها هكذا. انا من عشاق الدويده، خالتي كانت ديرها لي نموت عليها، ربي يعيشها لنا. ديديكاس لخالتي اليوم، خليك لينا يا خويله. شوفوا معايا، هاني هنا حطيت لها شويه ملح شويه زيت ودرتها. انا واش غنحطها نحطها في الكسكاس، وبعد ما تبدا تغلي لي البريمه نتاعي رايحه نحطها تفورلي التفويره الاولى. الكسكاس نتاعي ورايحه نحطها باش نحطها تفورلي التفويره الاولى. ونرجعوا حبيباتي نشوفوا كيفاش نديروا. حبيباتي بعد ما فورناها التفويره الاولى، دوكا رايحين نديروا التفويره هذه. التفويره الاولى نتاعنا دوك فرغناها. واش رايحين نديروا لها؟ رايحين نحطوا لها قطعه تاع الزبده، نحطوا لها قطعه تاع الزبده ونخليوها فيها حتى تذوب، ونعاودوا نرشوها بالماء عفوا. نديروا لها شويه تاع الماء، ومن بعد نهزوا شويه تاع المرقه نعاودوا نديروها عليها ونرجعوها تفور المره الثانيه هكا.
نخليه يذوب شويه الزبده نتاعي، ونرجع نرش عليها شويه تاع الماء، ومن بعد نحط لها شويه تاع المرقه باه تعطينا هذيك البنه تاعها تطلق لنا فيها، ونرجعوها تفور. انا قبل ما نرجعها تفور، انا هي مفروض انه كي تجي بيضه يديروا لها فقط البيض العظام، يعني يديروا لها فقط البيض وشويه تاع الحمص، لكن انا حبيت نديرها بالخضره اليوم. شهيتها بالخضره، درت لها شويه سناريه وشويه تاع الخردل، رايحه نرميهم درك في البرمه تاعي باش يبداو يطيبوا لي، ومن بعد نرجعوا نكملوا حبيباتي مع بعض. بلات دابت الزبده نتاعي، واش رايحه ندير؟ رايحه نرشها نبخرها هكذا بشويه تاع الماء باش تطرى لنا هكذا، نلمها كيما راكو تشوفوا فيها هنا هكا. واش رايحه نزيد نجيب شويه تاع مرقه نحيد كيما نقولوا حنايا من فوق برك، هكا نزيدو لها شويه ونرجعها تزيد تعاود تفور. ندير لها هنا كيما نقولوا الوجه تاع المرقه الزيتون، رايحه نصبو عليها كامل هكا، نحيدوها حتى الريحه الله الله عليها راهي طالعه، واش نقول لكم ما شاء الله. هنايا نخليها شويه ونرجعها تفور. انا رميت الخضره نتاعي، قلت لكم هي تجيب البيض والحمص والدجاج ولا اللحم اللي عندك في الدار، ولكن انا اليوم حبيت نديرها الخضره، نزيد لها الخضرات، شهيتها بالخضره، حطيت لها الخردل والسناريه فقط. تحبوا تزيدوا ايضا الجريوات ضيفوا لها الجريوات. انا هذه رايحه دوكا نحطها ترجع تفور مره اخرى، نرجع تشوفوها معنا كيفاش راح تكون حبيباتي. راح نفوروها، اما نفوروها التفويره الثالثه يا اما ما نفوروهاش. دوكا راني نحيتها من التفويره نتاعها الثانيه. هنا اذا لقيتوها طابت لكم مليح حبسوا ما تزيدوش تفوروها، في حاله ما اذا لقيتوها ما زادتش زيدوا عاودوا ديروا التفويره الثالثه. اذا تفورت لكم بيان سور التفويره الثانيه راح نجمروها عادي، نحطوا المرق هذاك نصبوها عليها ونحطوها تجمر، يا اما تحبوا تدخلوها للفوغ يا اما تجمروها فوق الغاز عادي، تحطوها في بلاطو وتحطوا تجمروها عادي، تحطوا لها شويه تحطوا لها المرقه وتخليوها تشرب المريقه تاعها هذيك وتقدموها. انايا راح نزيد لها جاتني مازالت شويه، راح نزيد لها التفويره الثالثه نفس الشيء، رايحه نحط شويه تاع الزبده نتاعي، ورايحه ندير لها المرقه طول مش حنحط لها الماء، حنحط لها شويه تاع مرقه ونخليها تشربها ونرجعها تفور لي المره الثالثه ونحيها ونحطها تتجمر لي فقط. هذه هي حبيباتي الدويده اللي كنا وجدناها مع بعض، الدويده المفوره. انا بعد ما خلصت طيبتها وخلصت حطيتها كما قلت لكم جمرناها باش بالمرقه نتاعها راكم تشوفوا فيها. هذا هو التقديم. انا حبيت نديرها حطيت لها الخضره، هي ما يحطولهاش الخضره لكن انا تشهيت نحط لها الخضره، حطيت لها شويه خردل وحطيت لها شويه سناريه، حطيت لها شويه تاع البيض ورافقتها. انا حبيت نحط لكم معاها الزيتون مرقد. الا حبيتوا الوصفه تاع الزيتون مرقد ابعتوا لي قولوا لي ديريها لنا، هذا الزيتون مرقد معاها راكم تشوفوا فيها. ان شاء الله يا ربي تجربوا الطريقه تاعي اذا عجبتكم، تبعتوا لنا في تعليقاتكم على القناه على كل الوصفات اللي شفتوهم، واذا عجبوكم بعتوا لنا قولوا لنا واش جربتوا من هذوك الوصفات. وحبيبتي اذا دخلتي جديده للقناه وشتي الوصفات نتاعي اذا عجبوك ديري لنا ابوني حبيبتي. حبيباتي ما تنسوناش بالجام الحلو هذاك، ما تنسوناش ايضا بتفعيل الجرس باه يوصلكم كل ما هو جديد، وما تنسوناش ايضا بتعليقاتكم الحلوين على القناه ان شاء الله، بتعليقاتكم باقتراحاتكم، وايضا باي حاجه تكتبوها لنا راح نقراوها ان شاء الله ورايحين نردوا عليكم. اخر كلام نقول لكم جمعه مباركه لجميع الامه الاسلاميه، وسلام مسك الختام.